السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في حلقة جديدة من حلقات ساحر العطور. الحلقة دي هنتكلم إن شاء الله في المراجعة النهائية لعطر اكسبيرمنتوم. هو مش معايا للأسف دلوقتي، بس أنتوا طبعا شفتوا إن هو كان موجود معايا في حلقات الانطباعات الأولانية. المفروض خلاص يكون في ثقة ما بيننا. أنت مصدق إن أنا جربته ومصدق إن أنا اختبرته وعشت معاه شوية. أنا بقالي حوالي أسبوع ونص تقريبا بستخدمه. جه بس يوم في النص كان جالي حاجه كده، حبيت ان انا اجربها ورجعت تاني استخدمته. زي ما قلنا العطر مميز جدا. افتتاحيته زي ما قلنا في الانطباعات الاوليه، مش هنعيد بقى نفس الكلام تاني، والانطباعات الاولى وفكرته الاساسيه والنوتات الاولى ايه. احنا هنتكلم مع بعض دلوقتي في التدرج، لان انا استخدمته بشكل كفايه ان انا اخليه ان انا اتكلم عنه في التدرج عامل ازاي. ولما العطر بيهدى بيبتدي تحس ان انت وكانك ماشي في غابه خشبيه. الخشب فيها كان مبتل بالتفاح والورود والحاجات دي، وبعد كده بدا ينشف. خشب مش قديم، خشب مودرن، خشب راقي. ممكن يفكرك بلمحه كده من اللي ممكن تشمه من بعيد في محلات الاثاث الراقيه. اللي انت في محلات الاثاث دي بتبقى حاسس ان هو جاي منين، حاسس ان انت وكانك شامم الخشب اللي في الغابه. هو بقى اللي انت بتشمه في لحظتها، هو ده اللي انت كنت تشمه لما العطر يهدى مع ورد. بس ورد بتحس ان هو رزين كده، ورد مش مايع، مش ورده فرفوشه، لا ورده تقيله كده رزينه. مش عايز اقول خشنه، بس ورده تقيله. فاكرين لما قلنا، خليني برضه اشبه لك العطر ده. فاكرين لما قلنا ان تيردل ماس هو والدك، اللي فاكرين الموديل او الميتافور او المجاز اللي احنا شرحناه، والدك اللي خرج في وقت معين رجع، مش عارف فاكرين الموديل ده؟ ارجع لتيردل ماس عشان تفتكر الموديل ده عامل ازاي. ده بقى صاحب والدك اللي انت قابلته معاه في مناسبه، مش في يوم عادي، وعجبك قوي وعشت في دور بقى يا ريتش داد بول داد، واتكبرت على ابوك وحسيت ان انت نفسك تبقى زي الراجل ده، الارستقراطي الغني التقيل الرزين في نفسه. عارف انت الجو ده؟ انا بحاول اوصل لك ان ده بتاع المناسبات. هو فعلا زي ما هنتكلم في التوظيف، ده اللي انت بتطمح ان انت تبقاه. وعشان كده زي ما هقول لكم ان انا ممكن، بس خليها دي قدام شويه. يبقى دي الصوره العطر ده بيمثلها، وده التدرج بتاعه. الهدوء بتاعه في الاخر هو من جمال الورد ورقه الورد، بس الرقه دي مش متسابه كده رقه، هي متقله بجوده او تقل الخشب الفخم الراقي، وكانك ماشي في الغابه اللي احنا اتكلمنا عليها. نتكلم بعد كده في الثبات والفوحان. طبعا مش محتاج اكلمك عن الموضوع ده، لان الثبات الفوحان ممكن يقعد معاك ساعتين 3 4 فوحان، واحنا قلنا قبل كده فوحان عامل ازاي. مفيش مقارنه طبعا مع تيردل ماس فوحانه اقل وثباته اقل. مش عارف انا ليه عمال اقارن بينهم، بس يمكن عشان قارنت بينهم في المثال اللي قلت لك عليه، فبقارن بينهم في الثبات والفوحان. وهقول لك برضه مقارنه مهمه جدا. خلي المثال ده ما قلت لك ده في دماغك، اللي احنا قلناه. العطر وانت ماشي بيه وانت بتستخدمه، انت حاسس انك حاطط حاجه تقيله. مش تقيله اللي هي رخمه او ثقيله، لا، هو تقيله اللي هي حاجه تركيزه تقيل. انت بترش رشه حاسس ان الرشه دي فيها من تقل او تركيز الخامات او تركيز المكونات بتاعته ما يكفي. عارف لما تكون انت لابس جاكيت تقيل، لما تكون انت لابس جزمه سيفتي، مش بتكلم هنا على التقل، بتكلم على ان انت واثق ان الحاجه دي بتأدي وظيفتها. انت خارج في جو ساقع فمعاك جاكيت تقيل، مش متأمن. احساس الامان، احساس الثقه ده، ان العطر ده اولا في ثقه في جوده الرائحه وجماليه الرائحه، في ثقه في تميز الرائحه، في ثقه في ثبات الرائحه. مش خايف بقى زي ما كنا بنتكلم كده ان هو ايه، هيجي يقل معاك او يخيب معاك بعد على اخر اليوم او يقعد 3 4 ساعات. لا، ده انا عايز اقول لك ان هو بيقعد على الهدوم ممكن لحد تاني يوم، وده يعني انا عشته وشفته. في ميزه حلوه جدا في العطر ده، وان هو مش مشهور. فكونه مش مشهور ده بيؤدي لثلاث حاجات. انت ممكن تقول مش مشهور ده ايه ميزته؟ لا، له 3 مزايا. الميزه الاولانيه ان هو مميز، مش مثلا زي عطور شانيل وديور اللي هتلاقي ناس كتير حطاها، فمميز. الميزه الثانيه ان هو بما انه مش مشهور فمش عليه طلب كتير، فمش هتلاقيه سعره غالي، ده انت ممكن توصل له باسعار كويسه جدا. ثالث حاجه ان هو بما انه مش مشهور فمش مضروب. يعني مش مضروب، يعني هو مش زي مثلا سوفاج وبلو دي شانيل وكل العطور بتاعت مثلا زي ما قلنا الاسماء دي كلها اللي بتتضرب. ليه؟ لانها عليها طلب، فبما انها عليها طلب فانت ممكن تلاقيها مضروبه. لا، ده ما حدش هيفكر يضربه لان هو مش عليه طلب كتير، فهو هيكون موجود اصلي وبسعر قليل. انا عايز اقول لك انت ممكن توصل له كتستر او في بعض الاماكن اللي اسعارها معقوله، زي ما قلت لك مش عليه طلب، ممكن توصل له باسعار كويسه جدا، حدود ال 5 6000 توصل له بسعر كويس كتستر. نيجي دلوقتي لتوظيف العطر.
طبعا ده عطر المناسبات. اولا هو عطر الى حد ما شتوي شويه، ما ينفعش يصنف في الصيف قد كده، الا لما يكون في طراوه بالليل او في جو فيه هواء، لانه الى حد ما تحس ان هو تقيل شويه على الصيف. فهو عطر شتوي، عطر ليلي وشتوي. عطر المناسبات زي ما قلنا مش هينفع عطر يومي، مش هيقول لك حاجه لو انت رحت تشتغل بيه كل يوم بس وكانك لابس افضل واغلى بدله عندك رايح بيها الشغل كل يوم، حاسس ان انت حرقتها. لا، ده محتاج يعني يخزن للمناسبات. هو القاعده بتاعته في حاجه اسمها اكيجالا وود، اللي في ناس بتقول عليه عود وناس بتقول مش عود. انا شخصيا متحير بصراحه، وان كان هو لو كان عود هتبقى مصلحه، لان هو كده هيبقى دخلني عالم العود غصب عني وانا مش واخد بالي وما كرهتوش، لان انا بخاف من العود، ويمكن انتوا شفتوا الكلام ده في فيديوهات المعرض. العطر يقينا هيكون بالنسبه لي من العطور المفضله اللي هحطها في لسته العطور اللي هتكون موجوده عندي. انا لو كنت هقف عند هنا هيكفيني جدا ده مع تيلدر ماس، ده شتوي وتيلدر ماس صيفي، ده مناسبات تيلدر ماس استخدام يومي. بس طبعا زي ما انتم عارفين ان انا مش هكتفي وماشي في السكه سكه الاختيار سوري مش الاختيار، سكه التجربه، وان انا اجرب اكتر من حاجه. ولو عايز تعرف العطور الجايه اللي انا هجربها، ما تنساش ان انت تشترك في القناه عشان يجيلك الفيديوهات، وتفعل زر الجرس عشان لما انزل فيديو يجيلك. اشكركم جدا على المشاهده، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعطيكم في الدنيا بذكره وفي الاخره بجنته، والسلام عليكم ورحمه الله.